اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض مربى الجزر زي ما انت شايفه كده. مربى الجزر من الحاجات الجميله جدا اللي ممكن تعمليها في الاوقات اللي احنا فيها، خصوصا ان طبعا وقت الجزر دلوقتي سعره رخيص ويعني متوفر جدا في الاسواق. وعايزه اقول لك بكميه كبيره او صغيره هتعملي كميه حلوه جدا، موفر جدا، وكمان طعمه حلو قوي. مربى الجزر من الحاجات الحلوة جدا اللي ممكن تعمليها لولادك، ممكن كمان تخزنيها لأي وقت تحتاجيها فيه. جميلة جدا وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف هنعملها ازاي. بصي الجمال بعد ما خلصت كانت كمية حلوة جدا، طلعناها من 2 كيلو جزر. يلا بقى نشوف الطريقة. النهاردة النهاردة كان كمية 2 كيلو من الجزر زي ما انت شايفة كده. الكمية طبعا هنا احنا مش هنختلف عليها في المربى، هنقول دلوقتي المقادير وهنقول كل حاجة. طبعا الجزرايه الكبيره هنا هتكون احسن بكتير من الجزرايه الصغيره دي مبدئيا كده في الجزر المربى. لما تحبي تعمليها هتيجي تقولي ده ممكن تكون مفتله او حاجه، لا، هي الجزرايه اولا هتوفر معاكي جهد، لانك طبعا بدل ما هتعملي الحبات الصغيره هتتعبك شويه في العمايل. هنا طبعا شلنا الجزء اللي تحت في الجزرايه والجزء اللي فوق، وجيت هنا المقوره بتاعتك اللي في المطبخ بتاعتك العاديه خالص، والجزء الخشن منها هتبداي تقشريها زي ما انت شايفه كده. هتاخدي منها دوبك تكحتيها بس كده، تمام كده. هبدا اكحت الكميه بتاعتي كلها. وزي ما قلنا الكبيرة طبعا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الجزر في الأسواق جميل جدا، وعايزة اقولك طعمه مسكر وحلو جدا ومش مفتل خالص، بالعكس. وكميات منه يعني عايزة اقولك ال3 كيلو ب10 جنيه، يعني حلو جدا، موجود متوفر في الأسواق. هاجي بقى هنا بعد ما غسلته كويس جدا، غسليه غسلة حلوة قوي، وهاجي بالجزء الناعم في المبشرة اهو. الجزء انا بشاور لك على الجزء الكبير ده، لا مش عايزاه، عايزه الجزء الناعم جدا في المبشرة، وهبدأ ابشرها. تمام كده. طيب انا دلوقتي غسلت الجزر وجيت لو عملته يعني كحته كده وجالي مشوار او جالي اي حاجه فعايزه اركنه، لازم تحطيه في ميه عشان ما يغمقش منك لونه، وارجعي اعمليه تاني عادي جدا. اما بالنسبه لو سيادتك فاضيه وهتعمليه كل حاجه في وقتها، يبقى يلا على طول كده نعمل زي ما احنا بنعمل. هنا البشر بقى هيربي لك عضلات، لا طبعا. اعملي انت شويه وابنك شويه، اي حد موجود معاكي هيساعدك في موضوع البشر ده، لانه متعب جدا فعلا، بيتعب الدراع. فانت شويه مثلا اي حد معاكي في البيت، او اعملي شويه وريحي شويه. المهم بالجزء الناعم ده هيطلع لك مربى جزر تحفه جدا. زي ما انت شفتي الكميه اهو، طلعتها كلها، خلصتها كلها ما شاء الله. هنبدا نحطها بقى في بوله معايا كده، عشان طبعا اساسي في الموضوع دوت ان انا اسيب الجزر بتاعي كده كمان 4 ساعات. هقول لك ليه دلوقتي. انا نقلته في بوله اهوت عشان انا كنت ببشر على الصينيه دي. هجيب بقى لكل كيلو من الجزر نص كيلو من السكر، تمام كده. لو حضرتك بتحبي المربى في العموم بتحليه جامد، فبتزودي معاكي سكر برضو كميات بسيطه مش قوي. ممكن تحطي لكل كيلو 600 يعني 600 جرام، يعني نص كيلو، وكمان 100 جرام عليهم لو حضرتك بتحبي الحاجه حلوه شويه. يعني التحليه دي هترجعي لك برضو هنا في المربى. تمام. انا رميت عليهم كيلو سكر اهوت، كان حلو جدا ما شاء الله، لان الجزر اللي كنت جايباه كان مسكر وحلو برضو. هترمي عليهم السكر كده وتقلبيهم تقليبه، وتسيبيهم اقل حاجه، اقل ما فيها 4 5 ساعات. تمام كده. انا طبعا هنا خلصت وحطيت عليه السكر بتاعه وسبته لغايه تاني يوم الصبح. الكلام ده كان بالليل، وعملته سبته لغايه تاني يوم الصبح. اه زي ما انت شايفه كده، قلبت عليه السكر بتاعه وسبته لتاني يوم، كان دوت شكله بعد تاني يوم. تمام كده. هتلاقي الميه بتاعته بدأت تنزل، شايفه الجمال، ميته كده بدأت تنزل اهي. لما بات في الجو عادي خالص مع السكر، عايزه اقول لك كان شكله تحفه جدا من قبل ما يتعمل حتى. هنقله بقى في الحله هنا، ويا ريت بقى وحلاوته وجماله لما تحطيه في حله المونيا، افضل بكتير من الاستانلس او الجرانيت عشان ما يلزقش معايا. تمام كده. الحله الالمونيا افضل بكتير في عمل المربات في العموم، عشان ما يلزقش منك اي نوع بتعمليه في المربى. هنا بقى هشغل العين زي ما بوريلك كده على العالي الاول، وبعد كده هحط حلتي واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها كده لغايه ما تديني غلوه الاول كده، وبعدين هظبط النار بعد كده تاني اهو. انا كده سايباها على العالي لغايه ما تبدا تاخد معايا الغلوه الاولانيه، ادي كده بتغلي. تمام. او بدات ايه تسخن معايا، يسخن معايا الجزر في الحله. تمام كده. بديله تقليبه كده، جيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، كل ماده. يعني انا ايدي في المربى هنا او في ايدي في الجزر هنا، كل 3 4 دقايق ايدي بتقلب فيه من فوق لتحت ومن تحت لفوق. تمام كده.
بديله تقليبه واغطي عليه تاني، بديله تقليبه واغطي عليه تاني. الحاجات دي كمان فكره التقليب من 3 ل 4 دقايق كده بتديكي طبعا، بتظبط لك من فوق لتحت، يعني بتجيبي ايدك من تحت لفوق ومن فوق لتحت كده بتظبط معاكي. طبعا انا هنا كنت هحط عليها البشر بتاع البرتقال، مرضتش طبعا ادخل بشر البرتقال عشان ما يدينيش مراره مع الجزر، فانا حبيت احط الفانيليا البرتقال اللي احنا شفناها دلوقتي. عايزه اقول لك من الحاجات الجميله اللي بتديها نكهه حلوه قوي، وكمان بتديها طعم حلو. وممكن احط نكهات تانية زي القرنفل او الحبهان رشه خفيفه، او ممكن احط برضو رشه من القرفه. بس انا ما حبيتش اي عطور او اي اللي هي الحبات العطريه، ما حبيتش ازود منها عشان ما يغطينيش على طعم الجزر بتاعي. تمام كده، فاللي اكتفيت بيها بس هو باكل فانيليا اللي هي البرتقال. وعايزه اقول لك مخليه طعمها حلو جدا وريحتها جميله جدا. تمام، بحطها كده، حطيتها عليها وقلبتها برضو، اديتها تقليبه وغطيتها زي ما انت شايفه، وكل 3 4 دقايق بفتح واغطي عليها تاني عشان اجيب اللي تحت فوق واللي تحت فوق، يعني اقلب كده من تحت لفوق. حلو كده. قبل بقى ما تبقى خلاص، يعني ما احس ان هي هبطت معايا خالص، الجزر هبط معايا خالص وخلاص يعني داخل على السوى الكامل، ببدأ انزل معايا عصرة ليمونتين كبار. تمام، انا عصرت هنا ليمونتين كبار. عايزه اقول لك خلوا بقى المربى هنا تحفه جدا عشان تربط معايا. وده كان شكلها في اخر تقليبه او تقليبتين بعد ما حطينا كمان عصير الليمون، مخلي طعمها وشكلها طبعا حلو جدا. بصي شكلها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا. يعني مربى تاكليها فعلا، وطعم الجزر واضح جدا فيها لاني ما حطيتش عليها منكهات ولا حاجه خالص غير فانيليا البرتقال، اللي انا اصلا كنت هحط البشر بتاع البرتقال عليها، ولكن اكتفيت بايه، باكل فانيليا ده. تمام، عندك البرطمانات بتاعتك مغسوله ومتعقمه ومتجففه، انزلي بقى فيها كده وحطيها بقى عندك لاي وقت تحبي انك انت تطلعيها، طلعيها. ما شاء الله، عايزه اقولك الكميه حلوه جدا اللي طلعناها من ال2 كيلو. اهم حاجه في الموضوع بتاع البرطمان انك تكوني مجففاه، عشان طبعا لو حبيتي طبعا انت بتركنيها فتره عبال ما تخلصيها، او استعمالك ليها ضعيف ما تبص معايا ولا يجرى لها اي حاجه. فطبعا التعقيم من الحاجات المهمه جدا. بغسلها بميه سخنه كويس جدا وبقلبها وبعدين بنشفها. تمام كده. كده الفيديو بتاعنا قرب انه ينتهي، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوف وشكم على خير يا رب، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.